بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات السوشيال ميديا والمنبر الذي دائما وأبدا نسعى فيه إلى خيرنا وخير وطننا العربي وخير العالم. نتكلم عن عالم السوشيال ميديا المفيد المعلوماتيا والتجاريا والصناعيا. إن عالم السوشيال ميديا قد يختلف الناس والرؤى وقد يرفضه البعض، وقد لا يجد فيه الإنسان ضالته، وربما البعض يتخيلون أنه شيء من أنواع التدخل الشخصي في أمور حياتية يحياها الإنسان. ربما ذلك يفيد البعض ولا يفيد البعض. إذن هو المحتوى الذي يبث من خلال هذه السوشيال ميديا الذي يؤثر في المجتمعات المصرية والعربية وبالتبعية المجتمعات العالمية. إن نظرتنا ناحية السوشيال ميديا هي الرؤى لنا وللتطورية وللتقدم والازدهار مهما كانت العقبات ومهما كانت الصعاب التي يواجهها المصريون ويواجهها الوطن العربي في ظل أزمة قوية وجديدة ومترامية الأطراف في الشرق الأوسط. نعم، إن مرحلة الشرق الأوسط السياسة إن لم تنضبط فلن يكون هناك سلاما أو يكون هناك تقدم في مصر أو الوطن العربي، بل بالعالم وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا نفسها. إن الرؤية نحو السوشيال ميديا قد تكون من الناحية الفعلية في العالم هي وسيلة معلوماتية مفيدة، وهذا أمر لا بأس به، ولكن كيف ننمي عالما والسوشيال ميديا نحو كثير مما نبغاه ونريده؟ فمثلا السوشيال ميديا بالنسبة لي كوزارة السياحة والآثار المصرية ليس في التخصيص أن نتكلم على بل بالناحية التجارية والناحية الصناعية والعاصمة الإدارية التي أزمعت وأنشئت فعليا، وجاري المشروعات التنفيذية والتجارية والمناسبة في هذا الوقت نظرا للتطور والرقمنة والمعلوماتية، وأنا رجل رقمني ومعلوماتي لحصولي على بكالوريوس تحليل وتصميم نظم معلومات. ولكن كيف ننمي السياحة المصرية والآثار المصرية؟ هي المصدر الدخل للسياحة مع الاحترام للسياحة لأنها قائمة على الشواطئ والفنادق وتسهيل المسائل للنواحي السياحية، وهذا واضح جلي منذ مئات السنين، وليس هذا تقليلا منه. ولكن هل الرؤى السياحية والأثرية في عصرنا المعاصر أصبحت مناسبة تبعا للآثار المصرية المختصة بالمعابد والمتاحف المصرية؟ وليس هذا تقليلا من هذه الأشياء المهمة لتاريخ مصر، ربما تندثر وربما عوامل التعرية تنهيها. هذا كل شيء وارد، فظلت 7000 سنة قائمة ويحافظ عليها المرممون وصناع الترميم الذين نشيد بهم في المتحف المصري عندما أزوره، لأنني عملت بمكتب الأمين العام مجلس الآثار ومكتب الوزير 25 عاما، ولي من الخبرات الإدارية والقانونية وعفوا لأن البث تم قطعه عودته الآن. وتفضلوا حب الرشاد مفيدا للمفاصل وللأمعاء. مرحبا بكم مرة أخرى. إذن المسألة هي النواحي السياحية والأثرية في مصر. نعم، يوجد زاهي حواس دكتور عالم آثار فريد، وقبله الدكتور محمد عبد المقصود ودكتور ممدوح الضماطي والأستاذ مجدي فكري والدكتور هشام الليثي والدكتور محمد إسماعيل أمام مجلس الآثار والدكتور حسين عبد البصير. كل هذه أناس أفاضل ومهمون في القطاع الأثري المفيد للجانب السياحي، والاثنان متوازيان. فأتى
الوزير أحمد عيسى تجاريا للإفادة بالناحية التجارية وللتنشيطية وللسعي لذلك. ولكن هل السياحة والآثار في مصر تستغل الاستغلال الجيد لجذب الاستثمارات ووضع الرؤية السياحية والفكرية والثقافية والمعلوماتية المفيدة؟ هل العرض المتحفي الذي ركزوا عليه وصنعوه في المتاحف مفيد ومستمر ويبدي تقدما ومالا يدر بالتذاكر لكل الأماكن الأثرية والأماكن السياحية الشيقة والجميلة كشرم الشيخ والإسكندرية وكل السواحل المصرية؟ هل وصلنا لمرحلة من التقدم الأثري والسياحي إلى ما نصبو إليه؟ أعتقد أنه يوجد تقدم ملحوظ في التسجيل الأثري والتوثيق الأثري الذي قام به السيد الأستاذ دكتور هشام الليثي، وكذلك الحسيني عبد البصير في النشر العلمي، دكتور في جامعة في مكتبة الإسكندرية، وروائي فاضل وجليل ويحترم كثيرا. ولكن في تقديري الشخصي أن عالم الآثار المصري الفاضل الذي يكون له التقدير والاحترام الذي عملت معه 7 سنوات، الأستاذ الدكتور زي حواس، بلمحته الجميلة وبياض وجهه الجميل وكاسكتته الأسترالية التي سجل عليها ويمضى عليه وكتبه الغزيرة بالثقافة والأثرية. ولكن من الذي ألم بهذا كله؟ إنه الأستاذ الدكتور سليم حسن الذي درس لوالدتي في آداب التاريخ وأحببني في التاريخ منذ سنين، وإن كنت رزم معلومات. لنتطرق إلى عالم من السياحة والآثار. هل السياحة والآثار وصلت إلى مرحلة من الرونق برغم الاستثمارات والاجتماعات والعرض المتحفي والتصور السياحي والآثاري إلى ما فيه يصبو إليه السائح أو المصري أو العربي نحو الجاذبية؟ نعم، هناك خطوات جيدة وخطوات محترمة ولا بأس بها ونثمنها، ولكن كيف يتم جذب السياحة باستمرار على كافة الآثار وليس آثار مصرية فقط؟ الآثار المصرية نوع من الآثار الطبيعية، ولكن الفراعين والفراعنة والرعامسة أي الرمسيس، كل هؤلاء الأشياء المصرية في الصدارة، ولكن لم يستغلوا الآثار الإسلامية ولا القبطية ولا اليهودية استثمارا يفيد الجانب السياحي ويدعم الحضارة المصرية الأساسية وليست للآثار المصرية وحدها. هذه في وجهة نظري. قد يتطرق قد يتطرق المتخصصون أن هذا ليس في تخصصي، ولكن تحليل وتصميم نظم معلومات في دراستنا بغينا أن نقيم المنشأة وكيف نصيغها ونعاملها ونتعامل معها ونصل إلى كيفية تقوية المنشأة صناعيا وتجاريا وإعلاميا. إن الرؤى الموجودة في مكاننا المعاصر في هذا الأشياء من الناحية الإعلامية ومن الناحية التجارية لا بأس بها، ولكن من الناحية الإعلامية أجد أنها بسيطة قصيرة نحو الموجز البسيط للمكان من ناحية المكان وعرضه، ونوع بسيط جدا لا يرقى للمستوى الإعلامي للسياحة والآثار، وليس هذا تقليدا في هذا المكان، فقد عملت 7 سنوات وأعلم ما هو الإعلام وكيف تصاغ وكيف يفاد. إن الإعلام ليس مكانا يعرض أو عرضا متحفيا، بل رؤى متجددة للأثر. هل الهوية المصرية أصبحت قوية لتثري الآثار الإسلامية والمصرية والقبطية واليهودية؟ لا، لا يوجد إلا الآثار المصرية والمعابد في الأقصر وأسوان بمكانها بأشيائها بمشتملاتها بالمخازن المتحفية بكل شيء. إذا نصل إلى مرحلة أن السياحة في مصر لابد لها أن تتطور وتتجدد.
هل يصل المسؤولون إلى هذه المرحلة لكي يعملون لذلك ويسعون لذلك؟ وقد قدمنا رؤانا وفكرنا نحو الميديا، ولكن دون جدوى، دون جدوى. لم يحدث أي نوع من التفاعلية. ولن أذكر أحدا، فلهم ما يشاءون، ولكن رؤانا تستمر بإذن الله تعالى، ربما في بعض البلدان العالمية كهولندا، أيسلندا، أمريكا اللاتينية، الدول العربية. ليس هذا شهرة أو كلاما، وعالم الإنترنت مفتوحا، ولكن تصلب الأفكار وعدم التجديد والانصياع نحو العائدات من التذاكر والمكان وتهيئته انتهت. نعم انتهت. السياحة ليست مكانا للتنزه أو الأكل أو مرحبا بكم مرة أخرى معنا. وعادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار المصرية، بلوجر مصري العالمي، عادل بونشكسيكي. نستكمل كلامنا. بالنسبة للسياحة والآثار لابد لها من رؤى جديدة متجددة ترتبط الهوية المصرية مع التاريخ الماضي. هذه رؤية ليست سهلة ولا صعبة، ولكنها سهل ممتنع. فالسهل الممتنع لابد من عرضه، أما الاستمرار على العرض المتحفي والأماكن الأثرية من معابد وأشياء موجودة، شيء ظاهري ولكن باطني لا يعلمه البعض إلا من خلال معلومات يقرأها وتنتهي، وهذه صريحة واضحة. وليس هذا اعتراضا على الأثريين وعرضهم المتحفي وتهيئة المكان بالنسبة للسياحيين، فلهم ما يشاءون، ولكن الرؤى تتجدد، الحياة تتغير. وهذا يشتمل في الصناعات الثقيلة والصناعات التجارية والصناعات الخفيفة والصناعات التكميلية ووسائل العرض من ناحية الصناعات التكميلية والصناعات الحياة. كل الصناعات بصفتها لابد لها من تجديد رؤى وبرنامج تطويري ومعلوماتي كيفية العرض. فمثلا صناعة الزخارف، هل الزخارف بتتيح عرضها بالطريقة الجذابة؟ نعم، ولكن قوالب جامدة تجدها في البازارات، ولا يوجد وسائل للعرض الجاذبة لذلك في الحسين أو المعز، أماكن الأثرية في مصر. يسير السائح ويشاهد، ولكن هل يوجد اتراكتيف أي جاذبية لشرائها؟ نعم، على بعض الفترات. ولكن أين وسائل العرض من نواحي الميديا؟ هل ارتبطت الهوية المصرية الحالية والماضية والمستقبلية بهذا المكان؟ السائح يجيء لكي يرى مكانا قديما يريد أن يتنزه فيه ويشعر ويندهش ونحن نعيش على الاندهاش والاستغراب والنواحي العلمية. ولكن كيف يتم الاستمرارية في هذا في ظل حرب طاحنة ومستمرة للأسف الشديد؟ لأن لا يوجد تهدئة إلا من خلال الإنترنت ووسائل الميديا، من دراما وكوميديا ومحاولة تهيئة الأمر للتهدئة، وكذلك زيادة الدخل السياحي لمصر وتنميته. أما من النواحي الصناعية والنواحي التجارية فيوجد تصنيع ويوجد تجارة ويوجد محلات. الجاذبية في العاصمة الإدارية وفي كل المنشآت عامة تأتي ثمارها من خلال الإعلانات الموجهة. إن الإعلانات التي نراها قوالب جامدة لا يوجد لها أي رونق نهائيا. حتى الإعلانات كمثلا مولتو لمحمد هنيدي أو ماجد الكدواني نوع من أنواع التقليد الأجنبي، ولا يوجد هوية المصري. الجوانب الفرعونية والجوانب الإسلامية والجوانب التي نحيا بها حتى في تصميماتنا التجارية
نجد التصميم الإغريقي من أعمدة إغريقية. الجانب المصري والشرقي لا يوجد في التصميمات. لنستمر في، ولكن هل سوف يأخذون بكلامي؟ هذا إذا كانوا يريدون خيرا لابد أن يأخذوا بكلامي، وإن لم يجدوا فلو ما يشاءون، لا اعتراضا ولا معاتبة ولا أي نوع من الكلام إلا للصالح العام. والصالح العام وصالح الوطن وصالح البلاد وصالح المصريين. قد يتكلم البعض أنني أعيش في الأوهام والخيال، فليقولوا ما يقولوا. إنهم يريدون الأموال ليأكلوا ويشربوا ويناموا ولا يعون ولا يفهمون. إن الثقافة والفكر والتقدم والازدهار في مصر يتطلب بتجديد الرؤى في السياحة والآثار وفي التجارة وفي الصناعة وفي كل الصناعات في خلال وسائل السوشيال ميديا، ليس صراخا في برامج أو نواحي إعلانية أكيدها تافهة للأسف في العرض، لأنه على النطاق الأوروبي. ولكن هويتكم أين؟ لا توجد هوية مصرية. الناحية الإعلانية مهمة في كرة القدم، ولكن عرضها لابد أن يكون هناك نوع من العرض الجميل اللطيف اللذيذ البسيط، ولكن ليس إظهارا للإعلامي كأنه هالة أو أنه أسطورة، بل عليه البساطة والعرض من الناحية الإعلامية الرياضية والجاذبية والكلمات والسوشيال ميديا. إنهم يعيبون على السوشيال ميديا أنها دمرت مصر والوطن العربي. إنها لم تدمر مصر والوطن العربي، إن البيئة المنزلية هي التي لم تستطيع التعامل مع السوشيال ميديا، وتركت الأولاد لكي يلعبوا ويلهوا ويفعلون ما يشاءون ولا رقابة ولا شيء، تحت بند أنهم يكبرون سريعا وأن الدنيا والتكنولوجيا أفادتهم، وهذا شيء جميل. ولكن أين التوجيه؟ لا يوجد توجيه. فأصبح الأولاد والبنات يناطحون آبائهم، بل يرغمونهم أن الدنيا سائرة وأن الماضي قد مات وأن الحاضر قد آتي ونحن المستقبل، وما لنا وما الماضي. صحيح أن المستقبل بتكنولوجياته أضحى الرقمنة والمعلوماتية، وهذا شيء لا بأس به، ولكن ليست الحياة كلها رقمنة ومعلوماتية، بل إنتاج وتصدير وازدهار وتقدم. وكيفية صناعة هذه الأشياء كلها يستلزم نظاما فكريا وثقافيا للسوشيال ميديا لكي نحصد كلنا أموالا مفيدة في ظل عالم كله اندماجية في أوروبا، وربما نندمج مع الدول العربية، وهذا واضح جليا. لابد أن نأخذ وما يفيد حياتنا وما يفيد مستقبلنا. قد يتطرق بعد أنني أتكلم من أجل نفسي، وما لي نفسي؟ نفسي لله سبحانه وتعالى. أنا بعمل في مجلس على الآثار مكتب عام 25 عام وزير، واعتذرت لظروف لا أود التطرق إليها يعلمها الجميع، ولأقولها مرة أخرى. ولي أصدقاء وسأستمر في صداقتي معهم. النفوس غير طاهرة وغير نقية وحاسدة وحاقدة. نعم، الرؤى التي وضعها خالد العناني كدكتور أثرت السياحة على حساب الآثار المصرية، وليس كراهية، فهو وزير وانتهى عصره، وربما يأخذ اليونسكو ولا أعتقد أنه سيفوز بها. وإن فاز فالمسألة له ما يشاء وألف مبروك لي. أما إن الآثار، مجلس على الآثار كمجلس على الآثار أكاديميا محترما ومفيدا ويدر الأموال الكثيرة من خلال المتاحف المصرية، فلابد من الاعتناء بالعاملين بها ودعمهم بمكافآت لهم كل شهر، طبيعي، لأنهم لهم إن المستقبل قادم طولما الإنسان يحيا بقلب سليم وفكر وتقدم لأمته الإسلامية.
الإسلامية والعربية والعالمية وكل شيء، وفي توجهاتي نحو إيقاف حرب فلسطين وإسرائيل تجدني على صفحة بن قادر أبن مالك المظلوم أتكلم بكل أريحية لتهدئة الأمور. قد أقول بعض الأشياء القوية لنتنياهو وبايدن وبلينكين لأنني أرى الوجهة الأصلية في منطقة الشرق الأوسط ولست بقائد، فالقائد هو عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد الذي نكن له كل تقدير واحترام وأريحية وله ما يشاء، أما نحن لا نتدخل في سياسات الدولة. قد ربما نعترض في وجهات نظر بأسلوب ظريف كوميدي درامي يفيد حتى الناس يتحملون العبء الذي يحيونه بالصبر والتروي والعاق، وهو لا بديل عن ذلك. فليست الدنيا مطامع أن يأخذها الإنسان ويحيا بها ويتبادلها مع الآخرين ويفعل ما يحلو له، سوف يموت كل الناس. فلكن هل المحصلة للدنيا دار الباطل ودار الحق الآخرة وصلنا إلى ما نصبو إليه؟ في نهاية الأمر أسعد بمقابلتي بكم البسيطة والتي ارتجالية، ولا لست أقوم بتحضير هذا الأمر. السوشيال ميديا مفيدة للسياحة والآثار المصرية مثلا، وللصناعة وللتجارة والاستثمار وكيف ننميها، وفي وزارة الصحة التأمين الصحي كيف نعطي الرؤى التي تجعل الناس يشعرون بأهمية السوشيال ميديا، وكذلك في الدراما وفي التراجيديا، لأننا هويتنا إيجابية. أما أن أجد المسلسلات تأخذ الجانب الغير مستحب تحت بند الإبداع وهو ما يوجد في الدنيا، أي الإيجابيات التي أخذناها من الماضي، يقولون أن هذا الزمن وولى لم يول، فشعارنا هو تعلية الإيجابيات دركا للمخاطر. عندما نريد أن نتقدم في الرواية والدراما علينا أن نرى السابقون ونأخذ منهم وننهل ونكون كما فعلوا، ولكن الرؤى أصبحت سريعة والدرامة والكلام والجمل وقتية للمكسب المادي، فهوت الدراما وهوى المجتمع. أما الكوميديا الصارخة بالضرب وعدم النزاهة في الأدب فأصبحت سائرة تحت بند كل عيش وعيش. السوشيال ميديا سليمة ومفيدة، هننقيها جميعا وسويا علشان خيرنا وخير مستقبلنا في مصر والوطن العربي. ولكم ما تشاءون، فهذه وجهة نظر، وأتمنى لكم التوفيق. مع تحياتي عادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار المصرية، والبلوجر المصري عادل بونشك سيكي. أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق ولمصر التقدم والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.